ضمن سلسلة فعاليات حملة مناهضة العنف ضد المرأة وتحت شعار معا نبني مجتمع ديمقراطي كومينالي لإنهاء العنف. إن مسؤولية مناهضة العنف ضد المرأة ليست مسؤولية النساء وحدهن، بل هي واجب أخلاقي وإنساني يقع في جوهره على الرجال قبل غيرهم. فالعنف بمختلف أشكاله الجسدية والنفسية والاقتصادية واللفظية ليس تعبيرا عن قوة أو رجولة، بل هو انتهاك صريح للكرامة الإنسانية وتجاوز القيم التي تقوم عليها المجتمعات سليمة. نوجه هذا البيان إلى كل رجل، إلى الأب والأخ والزوج والابن والصديق، لتأكيد حقيقة واحدة: إن حماية المرأة واحترامها ليست منة، بل حق أصيل وواجب لا يناقش. إن مشاركتكم في مواجهة العنف تبدأ من كلمة، من موقف من رفض السلوك الخاطئ، ومن تربية واعية تنشئ جيلا يعرف أن الاحترام هو أساس العلاقات الإنسانية، كما تبدأ من مراجعة النفس وإعادة بناء مفهوم الرجولة ليكون قائما على الرحمة والمسؤولية والحكمة، لا على السيطرة أو الإيذاء. نحن نؤمن أن الرجل الصالح هو الذي يحمي لا الذي يؤذي، يرعى لا الذي يعتدي، يصلح لا الذي يكسر. وبتعزيز دور الرجال في نشر ثقافة الوعي والاحترام يمكننا أن نضع حدا لهذا العنف، وأن نبني مجتمعا يعامل المرأة شريكا كاملا في الحياة والقرار. ليس العنف دليلا على قوة، ولا القسوة علامة الرجولة. الرجل الحقيقي من يحمل المرأة في قلبه قبل أن يحملها في بيته، ومن يرفق بها في غضبه قبل رضاه، ومن يدرك أن الكلمة قد تنقذ كما قد تدمر، وأن الصمت أحيانا أعدل من صراخ يهدم الأرواح. إن المرأة التي تهان يسقط معها جزءا من انسيانتنا جميعا، والمجتمع الذي يسقط على الألم إنما يربي جرحا يكبر في داخله بصمت. فكونوا أنتم السد الذي يوقف هذا الألم، وكونوا القدوة التي يتعلم منها الأبناء معنى الاحترام ومعنى أن تكون إنسانا قبل أن تكون رجلا. ارفعوا أصواتكم ضد كل أذى، انزعوا من بيوتكم كلمات القسوة، وافتحوا للنساء بابا آمنا يعشن فيه بكرامة والطمأنينة. فلا حياة تستقيم بنصف مكسور، ولا مجتمع ينهض إلا حين تتنفس المرأة فيه بلا خوف. اجعلوا من حضوركم حماية، ومن محبتكم قوة، ومن أخلاقكم سلاما يليق بإنسانيتكم. فلنقف جميعا رجالا ضد أي شكل من أشكال العنف، ونلتزم بأن تكون بيوتنا ومجتمعاتنا أكثر أمنا وعدلا لكل امرأة. المرأة حياة حرة، لا حياة بدون المرأة. جيان آزادي، جيان آزادي.